مزاجك هو مزاجي، ومزاجك ده على مزاجي. أهلا بكل مستمعينا، أنا أبانو بنادر مقدم بودكاست على مزاجي، ويلا بينا نبدأ. ازيكم عاملين ايه؟ عايزين نتكلم مع بعض في حاجة هي شغلة تفكيري بقالها فترة طويلة، وهي النجاح والشهرة. وهل في ارتباط ما بينهم أو في علاقة ما بينهم؟ وهل النجاح هو الشهرة ولا لأ؟ في البداية لو جينا نشوف في اللغة ايه هي الشهرة أو ايه هو النجاح، هنلاقي ان النجاح هو الظفر وإدراك الغاية، ولكن الشهرة هي ظهور الشيء وانتشاره. فبالتالي هنلاقي ان في فرق ما بين الاتنين. ولكن السؤال هنا، هل الشهرة ليها علاقة بالنجاح؟ وهل النجاح ليه علاقة بالشهرة؟ لو جينا نفكر مع بعض وشوفنا ان دايما مع الأسف في ناس كتير بتقرن النجاح او بتلزق النجاح بالشهرة او الشهرة بالنجاح، ولكن الاتنين هما بعاد كل البعد عن بعض. فممكن نلاقي شخص مشهور ولكنه فاشل، وممكن نلاقي شخص بيتبع أساليب أو طرق ملتوية ومش حقيقية أو مش صح للوصول للشهرة. وساعات بتتحول الشهرة لهاجس أو فكرة بتدمر مبادئ الشخص وأخلاقه ومعتقداته. ومش بس كده، بتتحول الشهرة عنده لسلاح بيأذي الشخص ده وبتأذي اللي حواليه. وممكن إن الشهرة دي تأذي المجتمع ككل، والنتيجة إنه اشتهر فعلا لكنه ما اكتسبش قلوب الناس ولا اكتسب محبتهم ولا تقديرهم، لأنه اختار طرق بعيدة كل البعد عنه وعن النجاح. لكن لو نيجي نشوف إن الشهرة ممكن تتولد من النجاح، بمعنى مثلا لو أخدنا مثال زي مجدي يعقوب. مجدي يعقوب هل ده شخص مشهور ولا شخص ناجح؟ هنلاقي إن مجدي يعقوب شخص ناجح ومشهور. لو شفنا أحمد زويل مشهور ولا ناجح؟ هو شخص ناجح ولكنه مشهور. النجاح ليه عوامل كتير ومفاتيح علشان توصل لها، ومن آخر أو من نتائج النجاح الشهرة، ولكن الشهرة ملهاش علاقة بالنجاح. لو جينا نشوف شخص ما على منصة من منصات التواصل الاجتماعي، هنلاقي شخص ده ممكن يكون مشهور. لو جينا نتكلم مثلا عن التيك توك، في ناس كتير بتتشهر عليه وبتبقى ترند، ولكن هل الترند ده ناجح؟ هل الترند ده مفيد؟ لا طبعا. مع الأسف السوشيال ميديا غيرت تفكيرنا وغيرت أفكارنا، بمعنى إن إحنا لما نشوف شخص ناجح لازم نقول ده كل الناس عارفاه. لا، مش شرط. النجاح هو إن أنت تتخطى الصعاب وتتخطى حاجات كتير. يعني مثلا لازم نعرف في البداية إيه هو النجاح علشان نربطه بالشهرة ولا لأ. النجاح هو جاي من الفعل نجح، واللي بتعني إدراك الغاية والتوفيق. وفي الاصطلاح بيختلف مفهوم النجاح ما بين الناس، فبيعرف إنه السعي في الأعمال الخيرية أو في الأعمال الأخرى اللي بتوصله لحاجة مرموقة أو الحصول على حاجة عالية. وبيجي النجاح منه بيحقق هدفه وبيوصل إليه مهما واجهته من مصاعب أو تحديات أو عقبات. والنجاح بس ما بينحصرش في الحصول على الأمور المادية أو العينية أو حتى الشهرة أو القوة، لكنه بيجي من الشعور بالسعادة والرضا والإصرار بالعزيمة وتحقيقها، من خلال إن الشخص يقوم بأعمال أو نشاط معين بيعد من الأمور اللي بياخدها الشكل للارتقاء لقمة النجاح. لو جينا نتكلم عن مفاتيح النجاح، هنلاقي إن هما مفاتيح قليلة ولكنها مؤثرة. يعني الشخص علشان يوصل للنجاح لازم يكون في الأول عنده ثبات وإصرار في متابعة العمل وعدم الاستسلام بسهولة رغم التعرض للصعوبات والعراقيل والتحديات. ولازم يكون عنده مرونة
والقدرة على التكيف في التعامل مع التغييرات في العمل والاستجابة ليها بشكل سلس بسهولة. ولازم يكون عقله متفتح، وهو يتقبل الأفكار والانطباعات والتصرفات بتاعة الشخص اللي قدامه. ولازم يكون عنده التزام، إنه حاطط كل حاجة في جدول زمني وفي جدول لازم يكون ملتزم بيه، وما يسمحش للعاطفة أو الفكر بإنه تغير تفكيره. ولازم يكون ثابت على هدفه لتحقيقه، وده اللي بنلاقيه عنده صدق وعنده رغبة ثابتة للوصول لهدفه. ولازم يكون عنده برضو عاطفة، وهي الرغبة النابعة من أعماق قلبه علشان يكمل الأمر ده. وعلشان كده هنلاقي عنده تفاني في العمل، وبيكون مرتبط بالحماسة والقوة علشان يتم العمل ده. ولازم يكون مؤمن بالعمل ده. وفي الآخر الشكر، إنه ما ينسبش كل ده لنفسه بشكل متكبر، ولكنه يشكر على كل حد ساعده ولو بخطوة بسيطة. هنلاقي إن النجاح ليه أفكار وخطوات، منها تحديد المبتغى وكتابة خطة ووضع الموعد النهائي. يعني لازم مثلا أنا هقول أنا خلال 3 سنين عايز أوصل لمكانة أو بوزيشن معينة في شغلي، أو عايز أعمل كذا وكذا. فكل ده لازم أحطه في تحديد هدفي وكتابة خطة معينة، مش ماشي كده وخلاص. وأحط وضع أو ميعاد نهائي خلال 3 سنين، خلال 2 سنين، وأحط قايمة بالأمور اللي عايز أعملها، وأنظم القايمة دي أو أنظم القايمة دي، واخذ إجراءات صحيحة ومدروسة، مش أي حاجة تتعمل وخلاص، وأعمل كل حاجة في ميعادها وفي يومها. مبادئ النجاح إن أنا أقدر واحترم الرأي الآخر، وأحط عادات جديدة كل يوم، وإن أنا دايما أكون عارف إن في حاجات غير متوقعة ممكن تحصل، ولازم أكون بفي بوعودي واتفاقاتي، وبشيل أي عقبة صغيرة جت قدامي، وما خافش من الرفض. فعشان كده هنلاقي النجاح كبير ومفهومه واسع. هنلاقي بعد كده في معايير لتحقيق النجاح، لازم أحط معايير ثابتة ومدروسة علشان أحقق منها النجاح. هل كل ده بينطبق على الشهرة؟ الشهرة بتيجي بعد النجاح. من خلال النجاح بتشهر، ولكن مش من الشهرة بنجح. إذا شفنا مثلا وقارنا ممثل من الممثلين، زي كل واحد يفكر كده في اسمه فلان، هل الممثل ده أعماله ناجحة ولا أعماله مشهورة؟ سهل جدا أقولك فيلم الموسم، الفيلم ده جاب إيرادات عالية لأنه اتشهر وناس كتير دخلته، ولكن هل الإيرادات دي بتثبت نجاح العمل؟ يعني دلوقتي لو انت فكرت خلال 30 سنة فاتوا ايه أنجح أفلام السينما، هتفكر في فيلم 2 3 من خلال حاجات بسيطة. هتقول الفيلم ده كان ناجح في التمثيل، كان ناجح في الإخراج، كان ناجح في الموسيقى. فانت هتحط معايير للنجاح. لكن لو قلتلك ايه أشهر فيلم خلال 30 سنة، الليستة هتكبر، لأن الشهرة ساعات ما بيكونش ليها، أو مش ساعات، ده دايما ما بيكونش ليها معايير. سهل تتشهر، صعب تكون ناجح. أو نعيد صياغة الجملة دي، سهل تتشهر، سهل أكتر تكون ناجح. النجاح سهل، لكن الثبات في النجاح هو الأمر اللي بيكون محتاج إن أنت تشتغل على نفسك. دلوقتي في شركات ماركتينج كتير
بتضمن لك وصول صفحتك او منتجك او اي حاجة للناس من خلال ان انت بتعمل اعلانات وبتشتغل على صفحتك. فانت صفحتك بتتشهر ومحتواك بيتشهر، ولكن هل محتواك قيم وناجح؟ لو جينا نتكلم عن حاجة زي البودكاست مثلا، دلوقتي في الفترة الأخيرة أو في خلال آخر 3 سنين دول، البودكاست بقى حاجة جميلة جدا وناس كتير ابتدت تعمل بودكاست. ولكن هل كل البودكاست ناجحة؟ لا. وليه لا؟ لأن مش كلهم ماشيين على نفس المعايير الثابتة. مش حابب أكتر كتير في الكلام عن النجاح والشهرة، ولكن حابب أقول ركز على النجاح تجيك الشهرة. الشهرة هتجيلك لما انت تكون ناجح، لكن لو ركزت على الشهرة هتكون سبب سيء انها تدمرك. النجاح دايما بيكون بمبادئ. الشهرة انت بتفكر في الشهرة هتنسى المبادئ. تقريبا البودكاست ده اخد منحنى تاني، منحنى تفكيري متعمق شوية، ولكن هنرجع تاني للهزار وهنرجع تاني للكلام الجميل. فما تنساش ان انت تسمع البودكاست اللي فات وتستنى البودكاست اللي جاي، واتمنى لو عجبك البودكاست ده يعني تسمعه وتشيره وتقول لصاحبك وصاحبتك تسمعه وكده. شكرا ان انتوا سمعتونا. انا ابن بنادر، مقدم بودكاست على مزاجي. وما تنساش مزاجك على مزاجي ومزاجك هو مزاجي.